السلام عليكم. فيديو اليوم عندنا سناكات جديدة من سيتي هايبر ماركت، فبنجربهم مع بعض. الحين عندنا أول سناك بنجربه اليوم، فعندنا هالبسكوت اللي بنكهة الشوكو تشيب، فبنجربه ونشوف. عندنا هني مثل بالصورة حاطين أشكال حيوانات، فراح يكون البسكوت بأشكال حيوانات. فعندنا بلد المنشأ وين صنع في سلطنة عمان، فبسكوت عماني. عندنا أشكال هني، عندنا هني أتوقع هذه سلحفاة مفروض، وهذا ما أدري، أتوقع أرنب، يعني مفروض أرنب. هني هذا ما أدري شكله نمر، الأشكال مو واضحة عدل. هذه بطة، هذا شنو؟ كوالا. فعندنا الأشكال مختلفة، فبنجرب الطعم نشوف يطلع حلو ولا. راح ناخذ شكلين ونجرب. نايس. للأمانة الطعم وايد 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 حلو. النكهة مو طبيعية. يعني ما أدري شلون أوصف النكهة، بس وايد حلوة. مو نفس النكهة المعتادة اللي تكون يعني الأوريجينال اللي تكون بس مجرد بسكوت، لا. الطعم حلو، طعم كاكاو فيه واضح، طعم البسكوت فيه واضح، بس في مشكلة بسيطة، يعني شوية ناشف. فتقييمي لا أعطيه 9.5/10، النص تروح على إنه ناشف شوي. الحين عندنا هالبطاط اللي عندنا كاب نكهة تاكو باربيكيو. هذه النكهة أول مرة تمر علي، أنا ما أدري إذا هي نكهة باربيكيو بس أو تاكو بس أو إن اثنينهم مع بعض، فبنجرب ونشوف. عندنا بلد المنشأ، وين بلد المنشأ؟ عندنا بلد المنشأ كبلد الأصلي الفلبين، فعندنا هالبطاط فلبيني، فخلينا نجرب ونشوف راح يطلع حلو ولا. يعني مكتوب هني بطل، انا ما ادري ايش ببطل من شيء كذي، يعني واضح انه بطل هني. شغل دي، شغل بصر دي، شغل دي، شغلها. ما عليك. فالبطاط حباتها حيل صغيرة، فبنجربه ونشوف. خلينا نشوف الطعم. للأمانة البطاط حلو، النكهة فيه حلوة. فنكهة التاكو مو موجودة، يعني مجرد نكهة باربيكيو، ما في نكهة ثانية غير نكهة الباربيكيو، ومو قوية حيل، يعني خفيفة صايرة شوي، ومجرد بفك. بس حلو يعني الأمانة، يعني النكهة حلوة، البطاط حلو. بس ما في شيء جديد يعني. فتقييمي لا أعطيه 8/10، ما أعطيه أكثر من 8/10، لأن ما في نكهة التاكو. الحين عندنا هالكولا اللي مكتوب عليه هني فيموس سودا كولا وزيرو شوجر، ومصنوع باستراليا، ميد ان استراليا، كاستراليان ميد. للتأكيد بعد عندنا هني ميد ان استراليا. فخلينا نجرب الكولا، هذا راح يطلع حلو ولا العادي نفس العادي؟ هنشوف. من الغازات يبين انه فل غازات، يعني نفس الكوكا كولا وايد غازات فيه. فخلينا نشوف الطعم راح يطلع حلو ولا. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ للأمانة وايد 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 خايس. شكله شيء صدق، مكوناته كلها طبيعية، فالطعم صاير حيل غريب ووايد حامض. يعني كلش ما في حالات النكهة مالت الكولا، يعني كلش ما في طعم كولا، يعني طعم حموضة وغازات، فطعم وايد وايد خايس. فتقييمي له أعطيه 0/10، وايد خايس. الحين عندنا هالبسكوت من أولكر، كلكم تعرفون أولكر شركة تركية،
فمنتجات اولكر يعني تقريبا اغلبها حلوه. فبنجرب هذا البسكوت، اول مره يمر علي البسكوت هذا، فبنجربه انه حلو ولا لا. فعندنا البسكوت هذا بالسمسم، فبسكوت بالسمسم خلينا نجربه نشوف راح يطلع حلو ولا لا، من شركه اولكر. فخلينا نشوف بلد المنشأ. بلد المنشأ عندنا المملكه العربيه السعوديه. انا ما ادري ليش من المملكه العربيه السعوديه، لان اولكر انا عارفه شركه تركيه. مالكش دعوة، مالكش دعوة. حاضر. فما علينا، بلد المنشأ مملكه عربيه السعوديه. فخلينا نجربه ونشوف. فشكل البسكوت كذي، فخلينا نشوف راح يطلع طعمه حلو ولا لا. للأمانة طعم البسكوت وايد حلو. البسكوتة نفسها فيها حلات شوي، وطعمها وايد حلو، وفيها نكهة السمسم بس خفيفة، يعني مو واضحة حيل نكهة السمسم، بس حلو. البسكوتة شوية ناشفة، فيعني ما ينوكل البسكوت هذا بروحه، فلازم يكون معاه شيء، يعني يا شاي يا قهوة يا حليب، او انه يصير ينخلط مع سويت او اي شيء ثاني، فما ينوكل بروحه، فيحتاج معاه شيء ثاني. فتقييمي لا اعطيه 8.5 من 10. بسكوت حلو. الحين عندنا البطاط اللي بنكهة الملح، اللي مجرد ملح سولتد، يعني سمبلي سولتد، اللي هي مجرد نكهة الملح. فبنجربه ونشوف يطلع حلو ولا لا. فعندنا بلد المنشأ مثل ما احنا شايفين هني فلبينو. وعندنا هني بلد المنشأ الفلبين. فخلينا نجرب البطاط راح يطلع حلو ولا لا. اوكي، ستيل تعاند انه مكتوب هني تبطل. انت من صدقك انت مخ ماكو يعني. فالشكل عندنا يقول مجرد بطاط عادي، فخلينا نشوف الطعم راح يطلع حلو ولا لا. للأمانة البطاط حيل عادي، الطعم حلو، مجرد ملح، بس نكهة الملح خفيفة شوي، يعني مو الملح الطاغي، يعني الملح خفيف. وعندنا البطاطا مو مقلية، البطاطا مخبوزة، فما فيها دهن مثل ما انتم شايفين هنا، ما فيها دهن. فالطعم يعني حلو مو سيء، بس النكهة حيل عادية. فتقييمي لا أعطيه 7.5 من 10، ما أعطيه أكثر من 7.5 من 10. الحين عندنا هالمشروب اللي هو اسمه هو مبين هني 100% جوست، يعني فهذا عصير. عندنا بنكهة الأورنج اند مانجو، فعندنا العصير البرتقال والمانجا. فبنجربه ونشوف هل راح يطلع حلو ولا لا. فعندنا بلد المنشأ، وين بلد المنشأ؟ هني بالمقلوب. عندنا بلد المنشأ USA، فالمنتج هذا أمريكي. فخلينا نشوف العصير راح يطلع حلو ولا لا. خلينا نجرب نشوف. My disappointment is immeasurable and my day is ruined. للأمانة الطعم مو حلو. ما في طعم مانجا نهائيا، ما تحس بطعم المانجا نهائيا. الطعم مجرد البرتقال اللي موجود، مو أي نوع برتقال، يعني مو نوع البرتقال السكري اللي تكون في طعم يعني سكريات اللي يكون حالي شوي، لا، البرتقال اللي ما تسوي عصير نهائيا، اللي يكون حامض حيل. فالطعم مجرد عبارة عن طعم برتقال حيل حامض، يعني ونهائيا ما في مانجا، فحيل ما يسوي. يعني أنا أشتري عصير برتقال حامض ووايد أفضل من ما أشتري هذا. فتقييمي لا أعطيه 2 من 10، ما أعطيه أكثر من 2 من 10، لأنه ما له شغل بالمانجا ولا له شغل بالبرتقال اللي يكون سكري تسوي عصير، يعني البرتقال هذا ما تسوي عصير أصلا. الحين عندنا هالكوكيز اللي هو من شركة ميلكا، بس تعاون مع أوريو. فعندنا هالكوكيز يكون نكهتين، نكهة الميلكا والأوريو. فأتوقع ممكن راح يطلع حلو، لأن ميلكا حلو والأوريو هم حلو. فخلينا نشوف الكوكيز الجديد هل راح يطلع حلو ولا لا. عندنا بلد المنشأ هني، بلد المنشأ صنع في بولندا.
صنع في بولندا. فعندنا المنتج هني بولندي، فخلينا نشوف الكوكيز راح يطلع حلو ولا لا. عندنا حبة الكوكيز حيل كبيرة، ومثل ما احنا شايفين هني محشية قطع كاكاو. اتوقع هذه قطع كاكاو، ومن داخل شكله فيها حليب. فخلينا نبطلها ونشوف. من داخل كأنها محشية حليب او كريمة. فخلينا نشوف الطعم راح تطلع حلوة ولا لا. حبيبي استمر والله يعطيكم العافية. الله يعافيك. ابداع والله. للأمانة الطعم وايد 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 خيال. الطعم وايد حلو، النكهة مو طبيعية، يعني الميكس اللي مسوينه وايد حلو. البسكوتة نفسها حلوة، الكوكيزة نفسها حلوة، الكاكاو اللي فوق وايد حلو. اللي شيء عجيب والجديد وطعمه خيال، عندك الحليب اللي داخل اللي هو حليب الملكة، ما ادري الاوريو، بس الحليب وايد معطي نكهة قوية حق الكوكيز، والنكهة جديدة اول مرة تمر علي نكهة الحليب اللي داخل. فالكوكيز وايد حلو، بس في مشكلة واحدة، ستيل شوي ناشف، يعني مو ناشف وايد، ناشف شوي. فما ادري، قاعد افكر ان نقصه يعني ربع درجه، حتى ما نقصه نص درجه، يعني مو مؤثر وايد، بس في شويه انه يكون ناشف. يعني يمكن هذا تاكله مع حليب او شيء، تشربه مع شيء ثاني وايد راح يطلع حلو. فتقييمي له اعطيه 9.75 لانه شوي ناشف، يعني لو مو شوي ناشف اعطيه 10 من 10، وايد حلو يكون. الحين عندنا هذا البطاط اللي بنكهه اول مره تمر علي، اللي هي نكهه سبايسي تشيكن بافلو وينجز. انا ما ادري هل هو نكهه سبايسي تشيكن بروحه او بافلو وينجز، يعني المكتوب انه نكهتين، يعني فهل هو ميكس ولا واحده فيهم ما ادري بالضبط. فخلينا نجربه ونشوف. فعندنا بلد المنشأ، هني الفلبين، وهني مكتوب بعد بلد المنشأ الفلبين. فبطاط فلبيني. فخلينا نجرب النكهه هذه الغريبه، خلينا نشوف راح يطلع حلو ولا لا. وتعلم من اخطائك، تبطل من هني على طول. يعني لما جيت بتعلم ما مو راضي يبطل. الله ياخذك على التصرف ذا اللي انت سويته. اوكي، صار الموضوع عناد. كل غصب يتبطل. فالكمية عندنا النص، تقريبا النص، كمية معقولة. خلينا نشوف النكهة هل راح يطلع حلو ولا لا. للأمانة البطاط حلو، نكهة سبايسي تشيكن واضحة، بس انه مو قوية حيل، يعني معتدل زين. تحس بطعم الدياي، يعني الأمانة حسيت بطعم الدياي، بس ما حسيت بطعم البافلو نهائيا. فالنكهة الأصلية أتوقع يعني سبايسي تشيكن، تحس بطعم السبايسي، تحس بطعم الدياي، بس ما تحس بطعم البافلو. فالنكهة زينة حلوة، بس خفيفة شوي، والبطاطا نفسها حلوة. فتقييمي لا أعطيه 8 من 10، ما أعطيه أكثر من 8 من 10. البطاط حلو. الحين عندنا هالمشروب اللي هو بابل تي موهيتو، بس للأمانة النكهة ما أدري شنو هي بالضبط، فبنجربها معاكم ونشوف شنو النكهة بالضبط. بس اللي نعرفه ان بابل تي، مثل ما انتم شايفين في بابل تحت، بابل تي موهيتو. مثل ما انتم شايفين هني عندنا ميد ان يو كي وذ لاف، مشروب بريطاني، مثل بعد ما هو مكتوب هني بلد المنشأ المملكة المتحدة. فمشروب بريطاني. فخلينا نشوف هل راح يطلع حلو ولا لا. الحين شلون نطلع البابل؟ A few minutes later. فالحين بنحاول نطلع البابل لأنه مو راضي يطلع معانا صبه. فخلينا نشوف، نجرب نطلع البابل. طاحوا معانا كم حبة، بس كافي. خلينا نجرب الطعم. فمثل ما انتم شايفين احنا عندنا البابل، فخلينا نجرب الطعم ونشوف.
Brother, what's that? للأمانة الطعم وايد 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 خايس، وايد سيء. الطعم عبارة عن شاي، والنكهة الشاي حيل واضحة، وطعم الموهيتو كلش مو واضح، ما في طعم موهيتو. بس طعم الشاي حيل طاغي، فكأنك قاعد تشرب شاي بارد، ومو أي نوع شاي يعني، بعد نوع شاي خايس يعني للأمانة. وايد سيء، فتقييمي له 0/10، ما أعطي أكثر من 0/10، ما يسوى. الحين عندنا هالكاكاو اللي أتوقع نكهته كوكيز اند كريم، مثل ما انتم شايفين هني الآيس كريم الكوكيز اند كريم، فبنجربه مع بعض ونشوف طعمه حلو ولا لا. فعندنا بلد المنشأ هني مثل ما انتم شايفين ألمانيا، فمنتج ألماني. بعد مكتوب هني جيرماني كمنتج ألماني، فخلينا نشوف هالكاكاو راح يطلع حلو ولا لا. مثل ما انتم شايفين الحبات مقصصة وخالصة، فشكل الكاكاو كذي من داخل. عندنا حبة الكاكاو كذي شكلها، من تحت هذا اتوقع بس كاكاو، مو بسكوت بس كاكاو. فهني عندنا لا اتوقع هذا الكوكيز كريم. فخلينا نجرب الطعم ونشوف راح يطلع حلو ولا لا. للأمانة الكاكاو حلو، مو سيء، الكاكاو حلو. بس احس انه في شيء ناقصه للامانه، ما ادري شنو الشيء الناقصه. مجرد كاكاو يعني ما في شيء زياده. اللي فوق طعم الكاكاو اللي هو كوكيز اند كريم، بس في مروره شوي. اللي تحت كاكاو، فعباره عن كاكاو صافي، ما في شيء زياده، ما في بسكوت، ما في اي شيء ثاني. فتقييمي لا اعطيه 8/10، ما اعطيه اكثر من 8/10، لان النكهه حلوه وما في شيء زياده، مجرد نكهه كاكاو عادي صافي. الحين عندنا هالبطاط اللي بنكهة التشيز، مثل ما انتم شايفين هني تشيزي وهي مكتوب تشيزي. فنكهة عندنا نكهة الجبن، فخلينا نشوف هالبطاط راح يطلع حلو ولا لا. اتوقع هذا يكون بوفك، فخلينا نشوف. اتوقع هالبوفك، خلينا نشوف يطلع حلو ولا لا. عندنا بلد المنشأ، عندنا هني بلد المنشأ فلبين، وهني بعد اتوقع مكتوب فلبين مكان باي مكان هني. فخلينا نشوف هالبوفك راح يطلع حلو ولا لا. فخلاص تعودنا هني، لازم نبطل هني. دايما متعودة دايما. فشكل الحلقات عادية، فخلينا نشوف راح يطلع حلو ولا لا. جميل 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 لدرجة تعجز عن وصفها. للأمانة النكهة وايد 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 خيال. البطاطا وايد حلو، البطاطا حيل خفيفة، النكهة واضحة حيل واضحة. نكهة الجبن اللي ما تغث، تكون يعني شوية فيها حالات. فالنكهة وايد حلوة، البطاطا وايد حلوة وخفيفة. فتقييمي لا أعطيه 10/10، يفوز بجدارة. 10/10. اوف لا ما قد صارت ذي. بالغت. لا 10 والله من 10. والله 10/10. الحين عندنا هالأوريو اللي بنكهة جديدة، اللي هي تشوكو براوني. للأمانة النكهة هذه جديدة، ما مرت علي قبل، فنكهة جديدة خلينا نجربها ونشوف راح تطلع حلوة ولا لا. فعندنا بلد المنشأ وين هني؟ عندنا بلد المنشأ اسبانيا، فالمنتج اسباني. فخلينا نشوف نكهة الجديدة مالت اوريو راح تطلع حلوة ولا لا. فمثل ما انتم شايفين هو مجرد اوريو، بس اللعب بالنكهة اللي داخل. فخلينا نشوف النكهة اللي داخل راح تطلع حلوة ولا لا. خلينا نبطل اذا نقدر. ايوه، النكهة الجديدة بالحشوة اللي داخل. فخلينا نشوف الحشوة اللي داخل راح تطلع حلوة ولا لا. خلينا نجرب.
للامانه النكهه الجديده وايد حلوه. نكهه الشوكو براوني حلوه، نكهه جديده، بس فيها مشكله واحده، انه صايره شويه ثقيله، فمخليه الاوريو شويه ثقيل يعني، فصاير الاوريو شويه ثقيل على النكهه الاصليه. فتقييمي لا اعطيه 9 من 10، ما اعطيه اكثر من 9 من 10 لانه صاير شويه ثقيل. الحين خلصنا تجربه اليوم اللي كانت هي تجربه سناكات من سيتي سنتر او سيتي هايبر ماركت. فاذا عجبكم الفيديو لا تنسون تسوون لايك وسبسكرايب وشير، وجود نايت.